من خلال الفاعلين الاقتصاديين والقنصلية الجزائرية بمارسيليا بداية تحرك إيجابي من شأنه قلب معادلة الاستثمار بأرض الوطن. تقول مفادة تلفزيون النهار إلى مارسيليا سلف دعماش في تقرير التالي. لطالما وجهت أصابع الاتهام للقنصليات الجزائرية بالخارج في تقصيرها في التحرك لجذب المستثمرين الأجانب والترويج للسوق الجزائرية. ذهنيات بدأت تتغير، وهو ما وقفنا عليه ميدانيا من خلال تحرك القنصلية الجزائرية بمارسيليا وغيرها من الفاعلين الاقتصاديين. On est invité par monsieur le consul d'Algérie à Marseille pour la journée. C'est une journée qui est consacrée aux opportunités économiques en Algérie. Donc là, ça va être vraiment une occasion d'expliquer aux investisseurs étrangers que vraiment il y a beaucoup à faire. هؤلاء المستثمرون يتحركون من جهتهم فرغم اختلاف مجالات استثماراتهم إلا أن هدفهم واحد، وهو خلق مشروع الجزائر بوابة أفريقيا. وجينا هنا إلى فرنسا وخيرنا مرسيليا بالذات للبحث على شراكة من أجل تطوير هذا المؤسسة نتاعنا في عدة مجالات أخرى. Bon, on attend beaucoup plus les autorités, l'accompagnement des banques et tout pour les investissements terrains, parce que c'est un créneau promoteur beaucoup plus à l'IMF vu la conjoncture et tout. On est là beaucoup plus pour promouvoir le tourisme en Algérie. مواصلة العمل بهذه الوتيرة وتحرك كل طرف على مستواه والتنسيق المحكم بين كل الفاعلين في المعادلة الاقتصادية، والشيء الأهم التوجه لتجسيد خطابات الصالونات والملتقيات على أرض الواقع من شأنها أن يخرج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.